محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه وحزبه. أيها الإخوة الأكارم، أيتها الأخوات الكريمات، أيها الحضور الكريم، باسم العدل والإحسان نرحب بكم جميعا ونشكركم على تلبيتكم الدعوة بمشاركتكم في هذه الوقفة المسجدية الرمزية التي تأتي استجابة لنداء الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة تخليدا للذكرى 64 لنكبة فلسطين. تحيا الله فلسطين، حيا الله الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة، حيا الله الشعب الفلسطيني في الشتات وال48، حيا الله الأسرى البواسل الذين هزموا الغطرسة الصهيونية في معركة العمعاء الخاوية. أيها الحضور الكريم، في هذه الأيام نخلد الذكرى 64 للنكبة وقيام الكيان الصهيوني على أرض فلسطين، ومنذ ذلك الحين وهو مستمر في جرائمه ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته بدعم وتواطؤ من المنتظم الدولي وحكام الجبر. 64 عاما من الإبعاد والتشريد، 64 عاما من الغربة والشتات، 64 عاما من القتل والتقتيل، 64 عاما من الحصار والاستيطان والتهويد، 64 عاما من تخاذل حكام الجبر الخانعين، 64 عاما من صمود وثبات المجاهدين. أيها الحضور الكريم، وإذ نخلد هذه الذكرى نستحضر النصر المؤزر الذي حققه الأسرى بفضل الله عز وجل في معركة بلا سلاح إلا سلاح الإرادة، سلاح الأمعاء الخاوية، فحققوا مطالبهم. نسأل الله عز وجل أن تكون بداية تحريرهم من الأسر. نخلد هذه الذكرى والأمة أقرب ما تكون إلى ثالث الحرمين، إلى أولى القبلتين، وكيف لا، وها هي قد نهضت وصارت وأطاحت بثلاث طواغيت، وقريبا بإذن الله ستطيح ما تبقى منهم. نحن لا على يقين أن تحرير فلسطين لا ولن يتم إلا بتحرير كل البلاد من حكام الفساد والاستبداد، لأنهم هم حصن العدو الحصين، ولولاهم والاستبداد لما استمرت دولة العدو في الإفساد. أيها الحضور الكريم، إننا في جماعة العدل والإحسان التي لا زالت أنشطتها ممنوعة وحريتها مقموعة وبيوتها مشمعة بتضامننا مع فلسطين رغم ما تمثله لنا من مسألة عقدية وأنها من أقدس مقدساتنا، لا يعني أننا لا نهتم بقضايا الشعب المغربي، بل نحن وكما كنا وسنبقى دوما مع الشعب وفي صحبة الشعب مناضلين معه إلى أن يسقط الفساد والاستبداد. وصبح النصر والتحرير قريب بإذن الله. إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ نسأل الله سبحانه وتعالى يجزيكم خير الجزاء وأن يكرمنا جميعا بتحرير قدس الشريف وباقي أرض فلسطين المباركة، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم يا رب لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب المغفور وسعي مشكور وعمل مقبول مأجور. أعمالنا فيه مقبولة وأنذارنا فيه موضوعة. اللهم يا رب ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم اجمع شملنا ووحد كلمتنا وانصرنا على من ظلمنا وعادانا. اللهم يا رب اجعلنا من حملة كتابك، واجعلنا من أنصار دعوتك ومن أتباع نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم حرر جميع بلاد المسلمين. اللهم يا رب حرر الأقصى من الصهاينة المضطهدين. اللهم يا رب انصر إخواننا في فلسطين، انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم يا رب ارفع بهم راية الإسلام واعل بهم كلمة القرآن واجعلهم من جندك الصادقين يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عنا هذه الغمة، اللهم اكشف عنا هذه الغمة، اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارزقنا الأمن والأمان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.
اللهم خير لهذه الأمة من يجمع شملها ويوحد كلمتها ويجمع صفها ويلم شعثها ويقودها إلى بر الأمان والسلام يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. انصر إخواننا المشاهدين في كل مكان، اللهم كن لهم وليا ونصيرا وسندا وعونا. اربط يا ربنا على قلوبهم وثبت أقدامهم وانصرهم على عدوك وعدوهم أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت جموعهم ونكس أعلامهم وزلزل الأرض تحت أقدامهم. اللهم فل حدهم وأكسر شوكتهم وأذهب عن أرضك سلطانهم، ولا تدع لهم سبيلا على أحد من عبادك المؤمنين فإنهم لا يعجزونك. أرنا فيهم يا ربنا عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وأنزل بهم بأسك الشديد الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم إنا نعوذ بك من شرور الظالمين ونجعلك في نحورهم. يا ربنا اكفنا شرورهم بما شئت وكيف شئت. اللهم اكفنا شرورهم بما شئت وكيف شئت. اللهم يا رب ردنا إليك ردا جميلا واهدنا إليك صراطا مستقيما واغفر ذنوبنا جميعا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا أنت القائل وقولك الحق، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. اللهم إن هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان، فاستجب دعاءنا وحقق رجاءنا وآمالنا فيك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربي لا تخيب رجاءنا فيك، استجب دعاءنا في هذه الساعة المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب